البنات يعني يجون بالليل. لا 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 لا. أنا قعدي. يا مساء الخير ومساء العافية، شلونكم أخباركم؟ إن شاء الله كلكم زينين ومرتاحين وبصحة وعافية. اليوم جبت لكم فيديو جديد كالعادة، إن شاء الله يعجبكم، وإن شاء الله أشوف تعليقاتكم الحلوة ولايكاتكم يا جماعة. ترى اللايكات كلش قليلة، سووا مشاركات للفيديو حتى تصعد أو يزيد المشاهدات عليه، وأكون شاكرة لكم وممنونة. مثل ما تشوفون الفيديو مالتنا هو دا نسوي تبسي الدجاج بالفرن بطريقة سهلة وبسيطة. طبعا أنا هنا بيت أختي دا أسوي لهم الغداء. مثل ما تشوفون هذا مو بيتي، مو غراضي، مو مطبخي. فسويت لهم هناك هذا التبسي. طبعا كلش حبوه، كلش عجبهم، كلش طيب كان. فقالوا رادوا فد، يعني قالوا فد أكلة من أكلاتك الطيبة والحلوة اللي يسويها وتنزليها بالقناة. فخيرتهم عدة خيارات، اختاروا هذه الأكلة وسويت لهم إياه. يا بنات، هاي مثل ما تشوفون التتبيلة هي سر الطعم الطيب بهاي الأكلة، بالتتبيلة اللي تخليها للدجاج وتخليها الخضروات اللي هي بصل وبوتيتا وطماطة وفلفل أخضر. خليت قطعتهن وخليتهن بالبايركس بالتبسي اللي عندك. ونرجع هسه الصلصة اللي سويناها أو التتبيلة يا بنات. التتبيلة هي سجلي عندك، خليت دبس الرمان، خليت كاتشب، إذا عندك صاص خليت معجون مالت الأكل، خليت ملح، خليت حامض، خل أبيض خليت، وخليت نومي حامض. بعد شنو بهارات. البهارات اللي خليتها كانت شنو، خليت فلفل أسود، كمون، كاري، بصل مطحون، ثوم مطحون، بابريكا. شنو عندش من بهارات ترهم، وتطلع اللي يطلع الطعم كلش طيب يعني. وبعدين شنو، خليت راشي. الراشي يعطي طراوة يا بنات للدجاج، يخلي اللحم مالته يعني هيك يذوب. خليت راشي، خليت لبن، وخليت سفن. مثل ما شفتوا هذه القوطية الصغيرة مالت السفن على هاي الصلصة اللي صارت الدجاجتين. مثل ما تشوفون سوينا بايركسين. السفن يعطي طراوة للحم مال الدجاج، يخليه بسرعة يعني يستوي وهيك يتفلس. واللبن والراشي اي، وخبطتهم كل زين، وخليت شوية مي وملح وزيت. زيتها متخلون حتى ما تصير الدجاجة ناشفة، وتصير الصلصة مالتك هماتين ناشفة. وتبلت الدجاج مثل ما شفتوا، تبلتها بهذه التتبيلة أو هذه الصلصة. عفتها فد ساعة هيجي أكثر، قد ما تقدرين تخليها بالصلصة خليها بالثلاجة ساعتين 3 من الليل للصبح. كل ما تبقى بالتتبيلة يعني تتشرب النكهات والطعم مالت التتبيلة، والدجاج يستوي بوقت أسرع. هاي بعدين خليت الدجاج مثل ما تشوفون على البايركس، وأدير فوقها الصلصة، بحيث كل الخضروات أخبطهن ويا الصلصة أو التتبيلة هذه، حتى كلها تاخذ من النكهات ومن الطعم مالت التتبيلة. بعدين راح أغطيها بورق السيليفون أو ورق الزبدة، وأدخلها للفرن. أشغل الفرن بس من جوا يا بنات. بعدين ورا تقريبا نص ساعة هيجي ساعة، إذا تردين شيلي ورق السيليفون أو شيلي ورق الزبدة وتركيها تركيه بالفرن بس الجو. أبد ما أشغل أني الفوق يا بنات. حتى هم يعني تعجبوا قالوا خلي بعدين نشغل الفرن من فوق حتى تقسم. قلت لهم أبد، هو النار من جوا راح تخليه يقسم
السطح مالته الفوق بالحرارة مالت الفرن. هسه كملتهن، راح نغطيهن بالأوراق السيليفون وندخلهن الفرن، وانتظروا النتيجة وياي، ولا تنسوني من اللايك أهم شي. وهاي هنا يا جماعة التمن، ورا ما بوخ واستوى خليت له الهيل المطحون يعطي طعم كلش طيب. وهذا الدبسي مالتنا هماتينا صار جاهز، هذا واحد من عندهم. والثاني أكيد هماتينا بعد ما طلعنا هذا دخلنا الثاني لأن الفرن ما كفى. وسهمنا وسهمكم العافية، وهنا أقولكم مع السلامة، ويخلص الفيديو مالتي لهذا اليوم، والتقيكم بفيديو جديد إن شاء الله. توني خاشوقة. معجوقة.